ستوري ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده هكلمك تجربتي كلها ازاي خسيت بابسط الطرق ومن غير حرمان ومن غير رياضه ومن غير دايت ومن غير اي حاجه. والله من غير اي حاجه هتحسي كده نفسك بتخسي من غير ما تحسي. دي حقيقه فعلا لو مشيتي على الخطوات اللي انا هقول عليها. انا كنت اول حاجه خايفه وشي ينزل والخدود ينزل، فكنت خايفه اخس قوي او امشي على رجيم او احرم نفسي من حاجه. تاني حاجه انا كان نفسي احافظ على جسمي يبقى انثوي، معالم الانوثه باينه، مش هبقى في مسح كده على طول، وانا ما بحبش كده، انا بحب الانثى انثى. فكل ده هقول لكم ازاي عملته، وكمان جسمي شد كده ما شاء الله الله اكبر. فلو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، اللي انت عايزاه. اول حاجه فيتامين سي، عايزه تخسسي بطنك بسرعه، فيتامين سي بس نصيحه لازم تاخديه قبل الاكل مباشره، لان لو خدتيه وقعدتي فتره طويله ممكن يعمل لك حصاوي على الكلى، لان فيتامين سي ده الف قوي جدا. في بعض الناس بيعمل لهم حصاوي، فانت اكيد مش عارفه جسمك ومش عارفه طبيعه جسمك، فانت نصيحه عشان تتجنبي الضرر ده قبل الاكل مباشره على نص كوبايه كده وتشربي فيتامين. ده سعره 35 جنيه، موجود في كل الصيدليات، تمشي عليه لمده شهر بالظبط، وبعد كده توقفي اسبوع وبعد كده ترجعي له تاني. ده اول حاجه عمل لي ايه، خسس لي البطن على طول وحسسني بالايه، بالشبع. يعني كنت بحس بالشبع لما اخده، ما باكلش كتير لاني بشرب كوبايه ميه، وبعديه كمان بشرب كوبايه ميه بحس بعطش. واحنا في فصل الصيف فرصه عظيمه انك تخسي بسهوله جدا، لانك هتشربي ميه كتير قوي لان انا كنت فظيعه. انا شهيتي كانت مفتوحه، يعني رايحه جايه على التلاجه، ما عنديش حاجه اعملها قاعده فاضيه، اي حاجه كنت بعملها بيه. تاني حاجه فيتامين سي هيخلي وشك فيه نضاره. الناس اللي بتخس وشها بيحصل لهم بهتان، تعب، شعرك بيقع، بيشد البشره، بيزود الكولاجين في البشره. فالكولاجين لما يزيد وشك يبقى منفوخ، وشك مشدود، وشك منور. ده مهم جدا انا لغايه دلوقتي ماشيه عليه. تاني حاجه بقى بعملها اني قبل الاكل كنت بشرب كوبايه ميه كبيره جدا، يعني اكبر كوبايه ميه عندي كنت واخداها تحدي كده، اشرب كوبايه ميه. انا عارفه انت هتخشي الحمام كتير، بس صدقيني بتجيب نتيجه هايله. بتاكلي نص الاكل ايا كان الاكل اللي قدامك ايه. انا كنت باكل بشاميل، كنت باكل فطير مشلتت، كنت بفطر بيه ولغايه دلوقتي بفطر بيه، بس مش بقدر اكمل زي الاول. معدتي كشت لان انا واحده كل حاجه كنت بدوق منها. يعني كنت اكل ولو حاسه بالجوع قوي كنت امسك اشرب واربط على بطني. الصراحه اكدب عليكم انا كنت بعمل كده. في مره بقيتش اربط على بطني، معدتي كشت. تاني حاجه اني بطلت السهر، انا كنت بسهر اكل معروفه. طيب انا لو سهرت اكل ايه؟ كنت بعمل رز من غير زيت خالص، حله تيفال عندك كده، شويه ميه وشويه ملح وخلاص، كنت احطها في التلاجه. جعت اطلع اسخنه واحط عليه شويه سلطه، مقطعه سلطه، احط يعني معلقتين رز على 4 معالق سلطه. ولو سهرانه وجعانه بالليل قوي تصحي تاني يوم ما عندكيش بطن، ما عندكيش اي حاجه، كربوهيدرات طبيعيه وكلتي سلطه. تاني حاجه بس نسيت اقول عليه، فيتامين سي ده الناس اللي عندها امساك، بالذات الناس اللي يعني المليانين كان بيبقى عندهم امساك، ده الوحيد اللي هيفك الامساك ده خالص. هتعملي بيبي 3 مرات في اليوم، مش اسهال لا خالص، هتعملي بيبي حلو وكويس وكل حاجه بانتظام 3 مرات في اليوم لو مشيتي على فيتامين سي بس لمده شهر. دي كمان حاجه لاحظتها لما كنت باخده. تاني حاجه بقى الصيام المتقطع، فشل معايا فشل ذريع جدا. ليه بقى فشل معايا؟ انت لما بتجوعي نفسك 12 ساعه 13 ساعه 14 ساعه، بتصحي تاني يوم عندك نهم للاكل، بتاكلي اكل كتير قوي لدرجه انت مش حاسه. انا عامل معايا كده، انا ما اعرفش اعمل مع الناس تانية ايه، بس بطلته. انا لو جوعت وعايزه ادوق حاجه دلوقتي بنقنق كده من كل حاجه. اول حاجه انه بطلت السكر خالص، السكر الابيض ده بطلته تدريجيا، بس باكل حاجات حلوه. يعني انا ممكن اشتري هوز، ممكن اشتري الحاجات دي، بس عاملين منها حجم صغنون قد كده، باكله بعد الاكل. خلاص دقت منها حته واشيل النص التاني بكره او بعده وهكذا. يعني ممكن هوز ام 5 جنيه دي كل على 3 ايام، وباكل كل اللي نفسي فيه، وباكل ايس كريم وبشرب عصير قصب وكل حاجه، ما بقعدش احسب سعرات حراريه ومش حاسه انك شبعتي خلاص. بس غيري نظام اكلك، يعني انت كل العيش اللي برده، ما تاكليش العيش الابيض. فاهمه قصدي ايه؟ اعملي الحركات دي. ايه المفيد، المكرونه ولا الرز؟ لا الرز مفيد اكتر، فانا خلينا في الرز. المكرونه مره واحده في الاسبوع. بقيت اعمل الحركه دي، لو انا اكلت اكله دسمه بالليل ثاني يوم اخفف في اكلي، يعني ما زودش، لانك طبعا انت مش بتتخني في يوم، انت بتتخني على مدار اسبوع، ممكن خلال اسبوع تتخني كيلو. فانت مثلا عملتي توازن، بالليل كلتي حاجه تقيله، ثاني يوم كلتي حاجه خفيفه شويه. انا خارجه مع اصحابي وهناكل بره مثلا، ما افطرش خالص، ما افطرش طول النهار لغايه ميعاد الغدا اللي احنا نتقابل فيه مثلا الساعه 3 وهكذا. اكل بقى معايا، بحيث احنا هناكل وهنروح نتمشى شويه، نتحرك، مش عارفه ايه والجو ده كله. تاني حاجه بقى مهمه عايزه اقول عليها، المشي كتير بيحرق عضلات. العضلات دي هي اللي ماسكه الجلد وشاده الجلد وعامله شكل جلد حلو، لهلطه كده
عارفين اللهلطه دي، انا ما كنتش بمشي كتير خالص، مش عايزه احرق عضلات، انا عايزه احافظ على شكل العضله على قد ما اي ابلكيشن على الموبايل بيعمل يوجا اعملي الحركات اللي فيه. والله انا كنت بعمل يوجا على طول بس في البيت، يعني ما بروحش في حته، ما بعملش عند حد، ما اعرفش اماكن خالص. في ابلكيشن على الموبايل بتقعدي تعملي 7 حركات في 10 دقائق، يعني انا ما كنتش اقعد 10 دقائق، ده في 5 دقائق وفي 3 دقائق وفي دقيقتين لغايه ما توصلي للنص ساعه. انا كل يوم كنت بعمل حركتين 3 حركتين 3 عشان يحرقوا، حركتين 3 عشان يشدوا عضل الرجل والايد. كل اي ابلكيشن يعني خش على جوجل ستور كده، انت نقي اللي انت عايزاه وجربي وشوفي بنفسك، هيفرق معاكي جدا موضوع اليوجا ده، لان اليوجا بتقعدي في وضع معين بتشدي عضله الجسم، بتشدي عضله الايد، بتشدي عضله الرجل. اول مره هتتعبي وتتخنقي، بس صدقيني لما بتحسي بفرق الموضوع بيختلف خالص. هو ده اللي كنت بعمله. وعلى فكره انا دلوقتي باكل اللي انا عايزاه، حسيت بشبع خلاص، كل حاجه باكل، كل حاجه باكلها، بس بقنن الكميات. واهم حاجه ما تقوليش عادي انت بتعملي رجيم، يعني الحاجات دي بتتنظر، صدقيني والله العظيم. كل حاجه لما تاكلي وتشربي وتعملي انت بتعملي رجيم، ما تقوليش انت بتعملي رجيم خالص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك الفيديو واشترك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، وهستناك الفيديو الجاي. ولو عايزه تشوفي شكلي وانا قلبوزه اتفرجي على الفيديوهات القديمه، هتلاقيني تختوخه قوي قوي قوي. باي باي.